تبدأ الحكاية مع ناتسوني الذي كان يحلم ببيع 100 قطعة من الورد في هذا المهرجان المدرسي تحقيقاً لحلمه بافتتاح متجره الخاص. لكن المشكلة أن ناتسوني سيء جداً في البيع. لحسن الحظ كانت هايماري صديقته اللطيفة والبارعة في التعامل مع الآخرين تساعده دائماً في بيع الورود، لأنها تعلم مدى أهمية هذا الحلم بالنسبة له، خصوصاً أن والديه يريدانه أن يدير محل العائلة بينما هو يحلم بافتتاح متجره الخاص. اتفق والداه على تغيير رأيهما إن تمكن من بيع قطعة واحدة خلال المهرجان، ولهذا قررت هايماري مساعدته. استمرت علاقتهما المقربة لسنتين، وكانا يعتبران نفسيهما صديقين من الدرجة الأولى، حتى إنهما في السنة الثانية بدأ بيع الورود عبر متجر إلكتروني، حيث كان ناتسوني في وقت فراغه يصنع الورود ويحولها إلى حلي، بينما كانت هايماري تروج لها. ورغم أنها تزعجه كثيراً إلا أنه اعتاد عليها، وكانت تراقبه في غرفة العلوم أثناء تصنيعه للورود، أو حتى عندما يقطفها من الحديقة، حيث كان يبكي أثناء قطفها. من بين أهدافها أنه إذا لم يتمكن من افتتاح متجرهما الخاص بحلول 20 من عمره فإنها ستضطر إلى الزواج به، لكنه لم يكن موافقاً على ذلك، لأنه يشعر أنه لا يستطيع الزواج حتى يمسك يد الفتاة التي أحبها أولاً. وعندما سألته إن كان لا يزال متعلقاً بتلك الفتاة التي أحبها في الابتدائية، أجابها بأن عليه الآن أن يحلم كثيراً، وأنه يحتاج إلى لقاء فتيات حقيقيات، لكنها ردت عليه بأن تعلقها به يمنعه من التعرف على فتيات آخريات، كما أن من تتركهم هايماري ينشرون إشاعات عنه. فسألها إن كانت جادة في ألا تتزوج إلا بعد أن يفتتح متجره، فأجابت بأنها جادة، رغم أنها قد تجبر على زواج تقليدي لأنها من عائلة غنية، وقد تتزوج لأسباب سياسية. عندها قرر ناتسوني في داخله أن يحميها مهما كلف الأمر، لكنها أخبرته بأنها كانت تمزح، فزواج مثل هذا لا يحدث حقاً. ومع ذلك كانت تتساءل إن كان تعلقها به مجرد دعم لحلمه، أم أن هناك شيئاً آخر في قلبها. وفجأة بينما كان يشتري الحليب، رأى فتاة جميلة قادمة باتجاهه لتشتري من آلة البيع، وراح يحدث نفسه بأن الفتيات الجميلات لا يلفتن انتباهه كثيراً، لكنه يستخدم مظهرهن كمصدر إلهام لتصميم الإكسسوارات. لاحظ أن على يدها إكسسواراً من صنعه، وفجأة انكسر وسقط، فأصابها الحزن وعرض عليها إصلاحه، لكنها ردت عليه بعصبية وسألته ما الذي يريده، فهرب من الموقف. وعندما عاد إلى الفصل كانت هايماري كالعادة تضعه في مواقف محرجة مع المعلم، فحكى لها عن تلك الفتاة والإكسسوار، ليدرك أن هناك من لا يزال يحتفظ بإكسسواراته التي صنعها في السنة الأولى. بعدها جاء صديق هايماري والذي لم يكن يتفاهم معها جيداً ليسأل ناتسوني إن كان تحدث إلى فتاة قرب آلة البيع، فأجاب بنعم، ليتفاجأ أن تلك الفتاة تريد التحدث معه، وذهبوا سوياً لإصلاح الإكسسوار. لكنها باتت صعبة المراس، وبدأت الشجار مع هايماري، فقد كانوا يعرفون بعضهم منذ الابتدائية لأن إخوتهم الكبار كانوا في نفس الصف. هايماري خسرت المواجهة، وبدأ ناتسوني أخيراً في إصلاح السوار، وعندما يعمل يكون في عالم آخر لا يسمع شيئاً مما يدور حوله. وحين انتهى اكتشف أنهم وضعوا له إكسسوارات في شعره وهم يضحكون عليه دون أن يدري، لكنه قدم السوار لتجربته، وكانت الفتاة سعيداً جداً بالدقة التي صنع بها. ثم حان وقت المغادرة، وكان ينوي السير على قدميه قبل أن تمطر، بينما هم سيأخذون الحافلة. وأثناء الطريق تحدثوا عن المواعدة والأمور التي تخص البنات، فسألت إينوموتو هيماري إن كانت فكرة يوماً في مواعدة شخص لم تره من قبل، فظنت هيماري أنها تقصد أشخاصاً من الإنترنت، لكنها كانت تعني شيئاً أعمق. قالت إن الأشخاص الطيبين فقط يصنعون أشياء مؤثرة، وأنها ترى صور هيماري وتلك الإكسسوارات التي ترتديها وتروج لها، وتعرف أن ناتسوني هو من يصنعها، وتشعر أنها معجباً به. تفاجأت هيماري،
فقد كانت تظن أنها الوحيدة التي ترى ذلك الجمال في تومي. وفي اليوم التالي في المدرسة كان ناتسوني يفكر في أن متجرهم الإلكتروني لا يملك زبائن أوفياء، وأن كل قطعة يصنعها فريدة ومصممة لتجعل من يرتديها يتألق للحظة، لكنه في الحقيقة كان يستخدم هذا كعذر. وفي تلك الأثناء كانت إينوموتو تتحدث مع صديق سومي الذي كان يسألها عن ما حصل بالأمس عندما ذهبوا لإصلاح الإكسسوارات، لكن هيماري قاطعت الحديث وأخذت إينوموتو معها للتخطيط لشيء ما، ثم عادت وسألت سومي عن سبب شروده، فقد بدا غارقا في التفكير في الحافلة ليخبرها. بدأ يفكر في تغيير بعض الأشياء في الإكسسوارات التي يصنعها، وشرح لها فكرته، فأعجبت بها لأنها لاحظت أنه دائما ما كان يصمم إكسسوارات تعجبه هو دون أن يأخذ بعين الاعتبار ذوق الزبائن. لذا قرر معا أن يركزا على الرومانسية كمفهوم أساسي، لأن أغلب الزبائن من الفتيات، وغالبا سيحببن هذا التوجه. أخبرها أنه سيأخذ بنصيحتها، لكنها أمسكت الهدة وقالت له إنهما لن يفهما هذا النوع من الأمور، لأنهما مجرد صديقين مقربين ولا توجد بينهما مشاعر رومانسية. في الواقع كانت تخدعه، وهو قبل الهزيمة منها بابتسامة. ولما أرادت أن تعوضه أخبرته أن يفرغ وقته يوم السبت بعد الظهيرة، لأنه سيعرف السبب حين يلتقيان في ذلك اليوم. وبالفعل يوم السبت كان مع صديقه، وهو أخ هيماري الذي يتوقع أن يكون زوج أخته مستقبلا. وبعد أن أوصله وغادر التقى بهيماري التي لم تكن وحدها، بل جاءت معها إينوموتو. أول ما فعلوه هو الذهاب للغداء، وخلال الحديث سألته هيماري عن الإكسسوارات الجديدة التي يفكر في تصميمها، لكنه لم يكن قد قرر بعد، فاقترحت عليه تجربة أفكار جديدة لتنشيط إبداعه. ومن حسن الحظ وافقت إينوموتو أو إينوتشي على العمل معه كعارضا مؤقتة. تفاجأ لأنها كانت تعرف أنه هو من يصنع الإكسسوارات، وظن أن هيماري أخبرتها، لكن الحقيقة أنها اكتشفت ذلك بنفسها عندما كان يصلح سوارها، ولاحظت كثرة القطع لديه مما يدل على أنه يصنعها. ذهبوا بعد ذلك للتسوق، فوجد كثيرا من الإكسسوارات التي أعجبته، وبدأ يجرب بعضها على إينوتشي ليرى الألوان المناسبة لها. لكن فجأة قالت هيماري شيئا محرجا جعل إينوتشي تشعر بالخجل، فحاول هو تهدئة الموقف وقال إنهم اشتروا ما يكفي، واقترح أن يذهبوا لاختيار بعض الزهور لتصميم منتج جديد وبدء التصوير. أثناء بحثهم عن الزهور رأت إينوتشي نوعا منها ذكرها بالماضي، وقالت إنها كانت ضمن أعماله السابقة، ما أثار دهشته لأنها تعرف تصاميمه القديمة. هيماري لاحظت هذا التفاعل وقررت أن تتركهما وحدهما وتذهب لشراء بعض المشروبات. في طريقها كانت تفكر أنها لطالما أرادت أن تحتفظ به لنفسها حتى يأتي الشخص الذي يفهمه تماما، ويبدو أن هذا الشخص هو إينوتشي. أما هو فقد ذهب ليعتذر لها عن الموقف أثناء اختيار الإكسسوارات، لتخبره أنها تعرف هيماري منذ الطفولة وكانتا تقرآن الكتب معا. سألها بعد ذلك عن نوع الوردة التي تفضلها، فأجابت بأنها تحب الورود الكبيرة. قال لها إنها جميلة جدا، وإن الزهور الكبيرة لن تغطي جمالها، ثم بدأ يتحدث عن الزهور بحماس، لكنه توقف فجأة لأنه شعر أن حديثه سيجعله يبدو مملا، فقرر أن يشتري الورود ويدفع ثمنها، لكنها أوقفته وسألته لماذا تحب الزهور بهذا الشكل؟ فحكى لها قصة تعود لطفولته عندما كان في المرحلة الابتدائية وزار بستانا للزهور مع عائلته. هناك التقى فتاة تائهة وساعدها في البحث عن والديها، وأنفق آخر قطعة نقدية في جيبه ليشتري لها وردة. أخبرته حينها أنها سترتديها في شعرها كل يوم لتتذكره. منذ ذلك الحين بدأ يتعلم عن الزهور ليحافظ عليها أطول وقت ممكن. قال لها إنها ربما تعتبر قصته غريبة أو مخيفة، لكنه لم يخبر بها أحدا من قبل سوى هيماري. فردت عليه بأن تلك الوردة كانت جميلة وكبيرة وذات لون أحمر زاهن، وتذكرت أنه قال لها إنها تشبه لون شعرها رغم أنها كانت تكره لونه،
لكن منذ ذلك الحين لم تعد تراه سيئا. وهكذا شعرت أن تلك الزهرة قد وجدت صاحبتها، وكانت سعيدة بذلك. بعد فترة لاحظ تأخر هيماري ليكتشف أنها عادت إلى المنزل وحدها، بينما طلبت إينوتشي من تومي أن يعطيها رقم هاتفه. في ذلك الوقت كانت هيماري في البيت وتفكر كثيرا، خصوصا بعدما أخبرتها إينوتشي أن أختها الكبيرة جلبت السوار إلى المنزل. وعندما رأته تذكرت الفتى الذي أعطاها وردة في بستان الزهور عندما كانت في الابتدائية. إنها نفس القصة التي كانت تسمعها دائما من سومي، لذا شعرت أن القدر يحاول جمعهما من جديد. لكنها أدركت لاحقا أنهما لا يحتاجان مساعدتها، وأنها تحبهما معا وتتمنى لهما السعادة. وعندما عادت بالمشروبات رأت تومي يتحدث مع إينوتشي، وشاهدت في عينيه شيئا لم تره من قبل، لذلك لم تستطع العودة إليهما. وهكذا انتهت الحلقة الثانية من الأنمي. نتمنى أن ينال هذا المقطع إعجابكم، ولا تنسوا أن تتركوا لنا توقعاتكم للحلقة الثالثة كيف ستكون، ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك.